ديما المغرب. لم يترددوا صدى هذه التهنئة ضمن الحدود المغربية فحسب، فمن منكم لم يحاول جاهدا كبح دموع الفرح عقب انتصار المغرب أمس؟ طبعا الاحتفالات والهتافات رددها المشجعون على امتداد البلدان العربية بعد فوز أسود الأطلس الكبير على إسبانيا، ليكون أول منتخب عربي يتأهل إلى دور ربع نهائي كأس العالم. هذا الفوز في الحقيقة أنسى المغاربة أزمتهم الاقتصادية، ووجد فيها العاهل المغربي محمد السادس فرصة لمشاركة الشعب أفراحهم، فقد ظهر محمد السادس داخل سيارته مرتديا قميص المنتخب المغربي، وأحاطه حشد من المغاربة يحملون أعلام بلدهم. وقال الديوان الملكي إن الملك تحدث هاتفيا مع مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، وأعرب عن تهانيه للاعبين والجهاز الفني وإدارة المنتخب. أمهات اللاعبين المغربيين أصبحن أيضا طبعا من أيقونات جماهير المشجعين، أبرزهن سعيدة والدة أشرف حكيمي التي أقبل على تقبيلها، وربما من شأن السعادة بهذا الفوز أن تنسيهما الأوضاع الصعبة التي عاشها حكيمي في نشأته، فقد سبق أن قال حكيمي إن والداه ضحيا من أجل أن يصبح لاعب كرة قدم. أيضا تفاعل كثيرون مع صور لاعبي أسود الأطلس وهم يرفعون العلم الفلسطيني، وذلك في أثناء التقاط الصورة الجماعية التي أعقبت الفوز على إسبانيا. أسود الأطلس أيضا حظيوا باستقبال مميز فور وصولهم إلى مكان إقامتهم، فنشر حساب المنتخب المغربي فيديوهات أظهرت هذه الفيديوهات توافد المشجعين إلى الفندق لتحية اللاعبين عند وصولهم، وتبادل الجميع الرقص على أنغام الموسيقى المغربية التقليدية وترديد الأغاني الحماسية. مساعدة وزير الخارجية القطري لولوى الخاطر علقت على فوز المنتخب المغربي بهذه الأبيات: جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل بالأندلس لم يكن وصلك يوما حلما، ذكرتنا المجد أسد الأطلس. أما المباراة طبعا لم تكن سهلة أبدا، فبعد صمود دام نحو 123 دقيقة استنزف خلالها الفريقان، تفوق المغرب بركلات الترجيح على نظيره الإسباني. أما الحارس ياسين بونو فكان الحصن المنيع ومفتاح الفوز لفريقه، وذلك بعد أن تصدى لركلتي ترجيح إسبانية. وبهذا الفوز طبعا مشاهدينا ضرب أسود الأطلس موعدا في ربع النهائي مع البرتغال الذي يعد أحد أشد المنافسين على اللقب. شكرا جزيلا لمشاهدتكم ترندينج، سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها.